على الهواء مباشرة مستمرين، وشكرا لكل اللي عم بيراسلونا وعم يبعتوا SMS، كله عم يوصل، وكل اللي عم يبعتوا تحيات. كمان نجوى بخلال الفاصل عم ننقل لها كل تحيات الناس، وكمان شكر كبير للأساتذة الموسيقيين وللفرقة يلي دايما أي أغنية بأي لحظة عم نقدمها عم بيكونوا موجودين معنا فيها. نجوى، نحن بفصل الشتاء، وفصل الشتاء بنرجع كمان عن جديد لموسم مثل ما قلنا الأعياد، مثل ما افتتحنا الحلقة وقلنا تزامن الأضحى مع الميلاد المجيد، وهلأ رأس السنة الجديدة. حكيتي عن الميلاد بحياتك، العيد أو الأضحى لما مريتي فيها كنت بلبنان؟ كان عندي حفلة بالبحرين ورجعنا طلعنا على دبي، وضعنا حجر الأساس لمشروع اللؤلؤة. مبروك الإعلان. كنت رافضة تعملي إعلانات؟ مغري الموضوع؟ لا مش بس مغري ماديا، مغري معنويا كمان. مشروع مثل هيدا لازم يكون فيه. وضعنا حجر الأساس للؤلؤة العقارية، وإن شاء الله يا رب التوفيق. إن شاء الله تلبق لك اللؤلؤة أصلا جوهرة. شو بتقولي لنا عن الأضحى؟ قولي لنا شيء عن الأضحى. كنت عم بحكي أنا وياكي قبل، قلتي لي كتبتي شيء هيك حلو للأضحى. قالوا يا أضحى يا أضحى تضحي لبنان عيدوه، اعتمدها من قديم ومن جديد، بعد ما العلم بالعالم نشرنا اكتوينا بنار عالمنا وحديده. اخوي بالشرق الله خلقنا، وقال الدين عنه ولا تحيدوه. محمد كسر بسيفه صنم الله، وانصلب يسوع تيخلص عبيده. كانوا الناس يتغنوا بجبلنا، صاروا النار عنار يزيدوا. يا رب الكايني يا رب الكايني خلص وطننا، مثل ما ملاكك بعدوا لحتى النبي إبراهيم خلص له وحيده. سلم تمك سلم تمك، وهيك رسالة المحبة دايما بتوصل لكل الناس. أحلى